حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش المطالب التي تشترطها دول الحصار على قطر من أجل تسوية الأزمة، ومن فرنسا التي يزورها ولي عهد أبو ظبي على رأس وفد رفيع. قال قرقاش: إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها للتطرف والجماعات الإرهابية، وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها. وأضاف قرقاش: إن المطالب تتعلق بعدد من الأمور، منها وقف تمويل التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا، ووقف إيواء شخصيات عليها حظر دولي. وتابع: نشرنا 59 اسما يطال بعضهم حظر وطني، و14 مطلوبا في أمريكا، و9 مطلوبين من الأمم المتحدة، و5 من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت لاذا هذا النوع من التطرف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.